السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنقول ازاي الطالب ممكن يحل اكتر من 400 سؤال من غير ما يخصص وقت لده. يعني مثلا انا عندي فراغات في اليوم، في مثلا نص ساعة الصبح، في ربع ساعة العصرية، في نص ساعة بالليل، مش بتعمل فيهم حاجة. ازاي الوقت ده اقدر استغله وتكون حصيلتي في الحل حوالي 400 سؤال؟ طيب تعالوا كده نشوف الطريقة دي هتتم ازاي. انت هتدخل على قناة اماني منصور فيزياء، هتلاقي قوائم التشغيل. تضغط على قوائم التشغيل هتظهر لك قوائم كتير جدا. هتدنك تمشي مع القوائم كده لحد ما توصل لقائمة هشاور لك عليها اهي. قائمة عليها ساعة مكتوب عليها الوقت بدل الضايع، يعني تقدر تزود فيها الوقت عن طريق الفراغات الموجودة في اليوم. هتدخل على الوقت بدل الضايع، هتلاقي حوالي 410 فيديو. طيب تعالوا نبص كده على مدة الفيديو. يعني مثلا الفيديو الأول دون عبارة عن 3 دقايق وحاجة بسيطة، هنا 4 دقايق، هنا 6، هنا 5 دقايق، 4 دقايق. كل فيديو من دول فيه سؤال واحد، وسؤال واحد بيتحل بطريقة تفصيلية. فلما نتفرج مثلا على الفيديو يبقى احنا كده حلينا مسألة. لو انت هتمشي بنظام صح الصح، هتجيب كشكول وتكتب فيه الوقت بدل الضايع، تحسب فيه كده الوقت اللي انت جمعته من الفراغات الموجودة في اليوم، وتشوف حصيلتك في الاسبوع ذاكرت كام يوم. يعني ما انت لما تجمع الوقت ده كله في النهاية يبقى انت بتجمع ايام من لا شيء. طيب هتلاقي هنا 5، هنا 3 دقايق، 5 دقايق، في 3 دقايق، في 5، في 7، في 4، في دقيقتين، في 9، في 3 دقايق، 3 دقايق. يعني كل فيديو من دول في مسألة. المسألة دي ممكن تكتبها في كشكولك وتكتب الحل وخطوات الحل ورايا بالفيديو، عشان يبقى معاك في النهاية كشكول فيه 400 سؤال وفيه الخطوات التفصيلية لحل السؤال. هتلاقي نفسك بدأت، لأن لما تلاقي السؤال مدته مثلا 6 دقايق ولا 5 دقايق في سؤال واحد، ده معناه انه هو مشروح بطريقة تفصيلية بالتصوير البطيء. فانت ممكن تستفاد وتحس ان السؤال دون خلاك تعرف تحل حاجات تانية افضل وحاجات تانية اكتر، خطوة بخطوة لغاية ما توصل لدرجة انك تحل باحترافية. طبعا انا عارفة ان القايمة دي في ناس كتير جدا، يعني في ناس بيقول يا مس القناة دي كنز، كل الفيديوهات دي فيها والقوائم دي فيها. بصراحة الوقت بدل الضايع انا همشي وراه فيديو فيديو، مش هسيب منه فيديو لما هشوفه، لانه فعلا فيه المدة، فيه الوقت اللي هو ما بنعتبرهوش وقت. ممكن الوقت ده نشوف فيه فيديو او 2 أو 3، يعني مسألتين أو 3. دول هينفعوا هيفرقوا معايا. لما انت تلاقي نفسك بتستفاد هتكون حريص جدا ان انت تخلص الفيديوهات دي على قد ما تقدر. وممكن تشغل على سرعتين بحيث ان انت لو فاهم الفكرة تمام، لو مش فاهم الفكرة بتتعلمها، وممكن كمان تساعدك على التذكر عشان تبقى المنهج معاك ما تجيش في فترة وتلاقي نفسك نسيت كل حاجة. اتمنى للجميع التوفيق. وبالنسبة لامتحان الجمعة هيكون على الدينامو بس. الطلبة اللي بتسأل على الامتحانات، احنا لغاية دلوقتي عملنا بيوم الجمعة اللي جاي اللي هو بكرة 23 امتحان، 23 امتحان، 9 امتحانات على الفصل الأول، 11 امتحان على الفصل الثاني، وبنكون دلوقتي في الفصل الثالث امتحانات. فاللي عايز يشترك بتواصل على التليجرام على 012 2 75 33 781. وأتمنى للجميع التوفيق.